هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا بكم في مستهل البرنامج العربي الذي يصحبكم فيه فتحي عثمان وأحمد شريف في تقديم لنشرة للأخبار وحلقة جديدة من برنامج متابعات. ابتداء نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه مع أحفاد أسرة القائد الشهيد حامد إدريس عواتي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. محادثات سعودية إريترية بشأن إطلاق سراح عدد من مخالفي قانون الإقامة السعودي. انتهاء أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان. مخاوف من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في القارة الأفريقية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفادت مصادر دبلوماسية من العاصمة السعودية لإذاعة إرينا بأن وزارة الخارجية في كل من الرياض وأسمرة تجريان محادثات فنية حول تفاصيل عادة العشرات من الإريتريين من مخالفي قانون الإقامة السعودي والموجودين قيد الاحتجاز في عدد من المدن السعودية. وقالت المصادر بأن عددا كبيرة من الإريتريين والإريتريات من مخالفي قانون الإقامة ينتظرون إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم، وتشمل تلك المجموعة المتسللين عبر الحدود من اليمن وعبر البحر، إضافة إلى الذين انتهت فترة إقاماتهم الرسمية ولم يصححوا أوضاعهم القانونية حسب القوانين الجديدة المحددة لوضع إقامة الأجانب في المملكة. وتعاني العديد من الأسر الإريترية خاصة الأسر الكبيرة الحجم من مشاكل في الوفاء بالالتزامات المالية لتجديد الإقامة، مما اضطر العديد منها إلى مغادرة المملكة إلى دول أخرى مثل مصر والسودان وتركيا. ويقدر عدد الجالية الإريترية في المملكة ما بين 100,000 إلى 150,000، ولكن هذه الأرقام تناقصت بشكل كبير بعد مغادرة الألوف أراضي المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تصل المحادثات بين الجانبين الإريتري والسعودي إلى ترتيبات بإطلاق المحتجزين وترحيلهم إلى بلادهم في ظل القيود التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية بسبب وباء فيروس كورونا. أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي يمثل إنجازا كبيرا لجهة أن مخرجاته ستسهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة التي هي قيد التنفيذ. واعتبر رئيس الوزراء السوداني لدى مخاطبته الجلسة الختامية أمس بقاعة الصداقة المؤتمر بأنه تمرين ديمقراطي ممتاز، مؤكدا أنه أتاح فرصة للتحاور والتشاور وتلاقح الأفكار بشأن المستقبل الاقتصادي في البلاد. وأشاد حمدوك بالعمل الكبير الذي قامت به الورش القطاعية والتي رفدت المؤتمر بمجموعة كبيرة من التوصيات بلغت 160 توصية غطت كافة مسارات الاقتصاد والإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة. واستمرت مداولات المؤتمر الذي استمر ل3 أيام يوم أمس بحضور خبراء اقتصاديين سودانيين ومنظمات محلية ودولية. ومن المتوقع أن تكون توصيات المؤتمر خطة عمل لحكومة رئيس الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 1,460,084 إصابة. وأضاف المركز الأفريقي في بيان إجمالي أن حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة بلغت 35,445 شخصا. بهذا الخبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. محادثات سعودية إريترية بشأن إطلاق سراح عدد من مخالفي قانون الإقامة السعودي. انتهاء أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان، ومخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا في القارة الأفريقية.
كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا. مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية مجددة لكم من إذاعة إرينا الدولية في باريس، والحلقة الجديدة والمتتالية، ونسعد أن نقدم الجزء الثاني من مقابلتنا مع أحفاد الزعيم الوطني الكبير الشهيد القائد حامد إدريس عواتي. في الحلقة السابقة تحدث كل من روان ولجين وحامد وعائشة، ولأنه غادرونا كل من روان ولجين للدراسة، فحنسعد ويكمل لنا بقية الكلام أختنا عائشة وأخونا العزيز حامد. مرحبا بكم في إرينا الدولية في الجزء الثاني، أحفاد الزعيم عواتي. مرحبا بكم، أهلين. مرحبا، تشرفنا. نتشرف. الله يخليكم، ارفعوا لنا صوتكم شوية. طيب حامد، كده حنبدأ بك الحديث. لما زرت إريتريا وكانت الزيارة 2004، والله يرحم الوالدة، الآن وإنت تحتفل بذكرى 59 للقائد أو ذكرى سبتمبر، شنو الحاجات اللي يعني تمنيت تعملها في الأيام دي، غير أنك أنت كنت دار تحتفل مع شعبك وكده بتاع، وحتى ممكن تحدث عن ذكريات سبتمبر في سوريا يعني. والله كنت بتمنى أنه نحتفل في إريتريا مع أهلنا وناسنا وشعبنا، نحتفل يعني احتفال بتاع شعب عن جد، يعني مفتخر بالوقت ده وبالزمن ده. في سوريا كنا بتذكر، أنا ما بتذكر كثير طبعا، بس لأنه الوقت الزمن ده لما كان في كثير من الطلاب الإريتريين، أنا كنت صغير شوية، بس بتذكر إنه كان في الاتحاد بتاع الطلبة يحصل احتفالات، وكان في ناس كثيرة يعني، وبتذكر حاجات كده شوية، بس بتذكر كثير إنه كان يعني يوم عظيم ويوم جميل، كنا نستناه اليوم ده يعني في بالله. نعم. طيب حامد، أنت كملت الثانوي في سوريا؟ أيوة، في الكسوة. درست الكسوة. طيب هسه قاعد تدرس شنو يا أخونا حامد؟ أنا حسري كنت في سوريا، بدأت سنة واحدة دراسة هندسة ميكانيكية، وحسري في طبعا مع الانتقال ده ما بعرف إذا حقدر أكمل فيها، بس بتمنى إنه بقدر يعني أكمل في المجال ده. أيوة. طيب أول ما جيتوا السويد بديتوا اللغات وكده؟ أيوة، لغاية حسن مواصلين في اللغة. بعد ما نكمل اللغة حنشوف نقدر نكمل جامعات. جميل. أنتوا جيتوا قبل سنة تقريبا صح؟ عملنا سنة حسن بالضبط. يوم كم جيتوا؟ يوم 28/8 جينا. 28/8. سبحان الله. يعني احتفالكم بالفاتح من سبتمبر 2019 كان في السويد صح؟ أيوة. نعم. وأنا كتبت مقال ساعتها سميته أحفاد عواتي في عين السويد، يعني حاجة كده يعني. فطيب عائشة، أنت كنت كملت الثانوية؟ كملت الثانوية أيوة في مدينة الكسوة كمان. نعم. وبعدها بدأت جامعة في جامعة دمشق. جميل. كلية الهندسة المعلوماتية. وقريت فيها 5 سنين. في السنة الرابعة تختار عندنا إحنا 3 مجالات كان هناك. أيوة. هندسة معلومات، هندسة برمجيات، ذكاء صنعي أو هندسة شبكات. أنا اخترت اختصاص هندسة البرمجيات، وللأسف لكن ما قدرت أخلص تخرج يعني، فضل لي 3 ما قدرت أعمل الامتحان. برمجيات إلكترونية مش كده؟ أيوة، برمجيات سوفت وير يعني. سوفت وير. والله علم خطير.
علم دقيق أيوة. جدا جدا. وبعدين طيب لما جيت السويد؟ لما جينا السويد نحن كلنا واجهتنا المشكلة دي، إنه تأخرنا شوية لغاية ما بدينا في المدارس بتاع اللغة. أيوة. مشاكل بتاع أوراق واسم كده أو صحيح. أسماء، فتأخرنا شوية. والحمد لله حسي دي قاعد نقرأ اللغة ماشيين فيها. وطبعا لكن عشان تكمل في الجامعات السويدية طالبين مستوى معين من اللغة. أيوة. ويتطلب وقت شوية هو، وحسي الحمد لله ماشيين فيه، وإن شاء الله يا رب ربنا ييسر لنا كلنا ونقدر إن شاء الله نكمل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وحتى تتمني تكملي نفس المعلوماتين؟ أيوة، هو تخصص نفس ذات. المكان إن شاء الله عايزة أكمل فيه نفسه. جايبة يعني كلنا جايبين معانا أوراقنا بتاعت اللي يسموها بيان وضع في المدرسة. أيوة. شوف علامات يسموها اللي فيها نعم نعم. المواد اللي شنو علاماتك فيها شنو، عشان تقدر تكمل هنا بسهولة. فإن شاء صحيح الله صحيح. يعني عشان الواحد يختصر على نفسه سنين. نعم. لغة أول بعدين تقدم على جامعة وتتم جميل الاختصاص جدا. اللي كده ادينا ملمح كده اخونا حامد كلكم عن اكثر حاجه لفتت انتباهكم في السويد، او يعني مش تحديات، هي دائما الغربه كله دائما تحديات يعني، لكن اكثر شيء يعني خلاكم انه تقولوا يا ريت لو ما كانت السويد او حته ثانيه مثلا يعني. والمسائل دي ما بإرادة الإنسان طبعا، احنا مضطرين نركب الصعاب. فكده احكي لنا عن دخولكم السويد واكثر حاجه يعني استوقفتكم، واخونا حامد نفس كلكم يعني. أيوة والله هو ما في يعني حاجات كثير الواحد يقول عليها انه الحمد لله انه يا ريت عفوا ما كانت السويد ولا كده. بس هو الحاجه الوحيده اكثر حاجه صعبه اللغه هي، لانه طبعا لو كانت لغه نعرفها يعني كنا نرجع للدراسه بشكل اسرع صح. ويعني نخش سوق العمل وكده. بس اللغه يعني الحاجه الوحيده الصعبه، غير كده ما في اي حاجه. ايوه. بعدين انتم ما قدرتوا تستعدوا لها كمان مش كده، لانه يعني ما كنتوا عارفين حتمشوا وين. صح. نحن قبل لما قالوا لنا نحن حنمشي وين، قالوا لنا انه بعد 3 شهور، يعني 3 شهور دي ما بتقدر تعمل فيها حاجه. لكن لغتكم الانجليزيه من زمان انتم كنتوا تدرسوا يعني. ايوه لغتنا كانت من زمان كويسه الانجليزيه جدا. ايوه. وبرضه تساعدكم اللغه الانجليزيه ما في شك يعني. ايوه صح. والبلد دي كلها بالسويدي؟ هم طبعا ايوه يتكلموا سويدي، لغتهم الاساسيه هي سويدي. بس طبعا ما شاء الله كلهم يعرفوا انجليزي، يعني مدارسهم كويسه كثير يتعلموا فيها انجليزي. ايوه. فتقريبا الشعب 98% منهم يتكلموا انجليزي، يعني لغه الشارع ممكن تتحدث انجليزي ما عندك مشكله. ايوه ما في مشكله ابدا. وكمان يحبوا غير يعرفوا يتكلموا، يحبوا يعني ما عندهم مشكله، ما متعصبين للغتهم كثير. إذا أي واحد تكلمت معه إنجليزي طوالي يرد عليك. ما زي الألمان وناس تانيين يعني ما في داعي نقولهم يعني. أيوة سمعنا إنه في بلدان تانية شوية متعصبين للغتهم ما بيحبوا جدا جدا. دي طوالي يعملوا هنا. جميل. بالله الجو كيف عندكم في السويد؟ يعني أنتوا طبعا برضو في سوريا كان في برد مش كده؟ في الشتاء يعني. كان جديد الجو اختلف معاكم كثير؟ لا بصراحة، لأنه كنا أول قبل ما نجي السويد أي زول يقول لنا أوه الشتاء بتاع السويد وحتتعبوا في الشتاء والثلوج. لكن ما بعرف هم كل الناس اللي يتكلموا هم يكونوا ناس جايين يعني من أفريقيا، يعني ناس كانوا في السودان، ناس كانوا في إريتريا. فنحن كنا في سوريا. الجو في سوريا يعني في الشتاء أيام زمان كان دائما يكون في ثلج، يعني فعلا يجي ثلج في الشتاء. بالله. أيوة. وآخر كم سنة الشتاء في سوريا. وآخر كم سنة مع إنه ما كان كل سنة ثلج، ولا إذا نزل ثلج ما بيكون الثلج الكبير دي، لكن ما زال إنه يكون في برد ومتعودين يعني على الجو ده. وكمان سبحان الله السنة اللي جينا فيها نحن السويد كان المناخ بتاعه تغير كله. فالشتاء بتاعهم أصلا ما كان بارد قدر دي السنة دي. أيوة. والصيف ما كان سخن قدر ده، فإنه الحمد لله يعني هو جو حلو. أكثر واحد فيكم يحب الثلوج والبرد الشديد مين؟ أظن أنا بحب الجو أنا ما بحب الجو البارد. ايوه الصيف ما بحبه ابدا. انت يمكن مولود في الشتاء هناك.
يمكن. ايوه مولود في الشتاء. في اكيد الشتاء انت مولود مولودة. في الشتاء، ايوه عشان كده يعني في الشتاء ايه بيقولوا في الشتاء. سبحان الله والله. حتى ايوه بالشتي هو لا هو ولا روان، الاثنين مولودين شهر اثنين، الاثنين ما بيحبوا الصيف ابدا، سبحان الله. ايوه كده هو المولود في الشتاء كده هو. طيب بالنسبه لتخصصات روان ولجين، تخصصاتهم مم. قاعد يدرسوا شنو يعني؟ يمكن روان آه تكون حتدخل في النظام، اقصد لجين لانه ما كملت ممكن تخش في السيستمز طوالي، صح؟ ايوه هي حسدي قاعد تقرا في عاملين نظام مدرسه للطلاب اللي عمرهم تحت 20 سنه، يدرسون فيها اللغه ويدرسوهم مواد، امم المواد اللي يحتاجوها يعني عشان يخشوا الثانويه، صح. عشان يبدوا ثانويه يعني اول. امم فيحاولوا يدرسوهم اللغه والمواد دي عشان صح. لما يصلوا لعدد معين من المواد عشان يقدروا يندمجوا يعني مع باقي الطلاب ويكملوا ثانويه. روان معاها برضه مع لجين في نفس لا دي لجين لأنه لسه صغيرة تحت ايوه 20 هي. كويس. روان في دمشق قرت، كمان في جامعة دمشق، كلية الطب البشري لكن ايوه قرت، وكمان قرت 5 سنين هي، يا سلام. كان مفضلها سنة واحدة وتتخرج. ف امم كمان نفس النظام بتاعنا أنا وحامد يعني، لازم عشان تكمل دراستها في الجامعات السويدية لازم تصل لمستوى معين من اللغة السويدية، وده اللي قاعد نشتغل فيه كلنا نحن حاليا. ان شاء الله باذن الله. بالله كده دايرين نتكلم الجاليه الاريتريه في السويد كيف احتفت باحفاد عواتق بصراحه شديده يعني. ايوه بصراحة يعني الناس كلهم كانوا، أول ما جينا انبسطت كثير، أنا كان في أصحاب بابا ايوه جونا في المطار استقبلونا وكانوا شايلين معاهم العلم الإريتري. يا كثير سلام. انبسطت بالمنظر ده أنا. امم و... ونحن بشكل عام كنا كثير مبسوطين إنه حنجي في بلد فيه ناس إريتريين، يعني صحيح حنشوف ناس. ايوه. وأول ما جينا هنا كثير أكثر يعني ناس كثير عزمونا عندهم في بيوتهم، نجي نتغدى معهم، ويعني تشرفنا بوجودنا عزايم معهم. عزايم وجبان أيوة كثيرة كانت أول فترة احتفلنا، ايوه. فأول فترة كثير يعني لفينا السويد كويس إنه عشان نمشي للناس والسويدين كثيرة. عارفين انكم احفاد عواتق، فادوكم فرصه قبل ما تبدوا الدراسه، قال لكم سوحوا يلا تفضلوا يعني. أيوة استووا اللي عايزينه تماما، فالحمد لله. أيوة يا- دي جات يعني جات. المدن اللي مشيتوا لها ستوكهولم وثاني شنو؟ مشينا ستوكهولم، يوتيبوري هنا قريبة مننا، مشينا مم. لين شوبينج، يون شوبينج، نار شوبينج. نار شوبينج. أيوة الشوبينات كلهم. ثاني وين الشوبينات مشينا؟ كلها. أيوة ومشينا أوبسالا، آه. وجنب ييمو هي ضمن أكثر أوبسالا مدينة هي. عجبتكم ياتو؟ من ناحية الشكل شنو رأيك نار حمد؟ شوبينج كانت حلوة، أيوة كانت حلوة كثير. فيها أنهار كثيرة، والبناء بتاعها كان شوية كده قديم. تشبه البندقية شوية كده، فيها البندقية موية شايفة وبرتقال. أيوة. أوكي يا حلوة سلام. كثير. جميل يوتيبوري جدا. كمان حلوة، يوتيبوري كمان حلوة. أنتوا هسه في ياتو مدينة؟ نحن في مدينة اسمها بولي بيجد، هي بين يوتيبوري وبين بوروس. هي ما مدينة يعني قرية. قرية أوكي. قرية بالمعايير السويدية طبعا. أيوة قرية، لكن بالنسبة لنا مدينة يعني. أيوة فعلا تماما. يا. فهي بالنسبة بين مدينتين كبار والحمد لله جميل مبسوطين جدا. فيها. طيب الحياة العامة كيف يعني؟ هسه مثلا البيت وأوضاعكم بشكل عام، البيت الساكنين فيه مريح؟ أيوة الحمد لله البيت الساكنين فيه مريح. نحن طبعا لما كنا ساكنين في سوريا كان بيتنا متعودين إنه بيتنا كان كبير وعندنا حوش كبير وكذا، متعودين طبعا. فرفدة كثير. فأول ما جينا البلد سكننا في بيت كبير، كان فيلا كبيرة يعني طابقين، وكان كتير يشبه نظام بيتنا يعني، فانبسطنا أيوة. فيه. لكن بعد شهرين لازم تنتقل لبيت إنه أنت حتفضل فيه دائما. وهنا الشقق في السويد بشكل عام البيوت كلها أصغر، غرفة أصغر، ما عندها حدائق كبيرة كتير. فالبيت أول ما شفناه كده شوية إنه كان يعني شوية خيبة أمل، مترددين كيف حنقدر نعيش في البيت أيوة وكده. أيوة. لكن بالتعود وكده أيوة فعلا. بس بعدين حسي مبسوطين فيه كثير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دائما السكن مش كده؟ هو أيوة الأجار يعني عقد بتاع
3 سنين بتاع سنتين بس. يعني ممكن يتجدد إذا أنت إن شاء الله بإذن الله، ربنا يديكم الصحة والعافية. في سوريا أنتوا سكنتوا في بيت واحد بس ولا كنتوا تتنقلوا؟ لا، سكننا في بيت واحد، حياتنا كلها كانت في مدينة الكسوة. هم لكن أنا تولدت في الميدان، حي الميدان في الشام. وبعدين لما كان عمري 2 انتقلنا لمدينة الكسوة. أيوة. وقعدنا فيه البيت هي حياتنا كلها، واخواتي كلهم اخواني كلهم. جميل جدا جميل جدا. يعني هسي بتتابعوا الاعلام السويدي كثير طبعا انتوا هسي؟ السويدي ايوه شويه. ما للدرجه دي لكن ايوه نتابع. عندهم برامج ثانيه مثلا كده تتابعوا اخبار الدنيا دي كيف؟ مثلا في قنوات ثانيه انجليش عربي وكده؟ قصدك اهتماماتنا يعني شنو نعاين في التلفزيون؟ هو اكثر شيء حسدي عشان الدراسة، يعني قاعد نسمع أخبار كتير سويدي. أخبار كتير أيوة، لأنه الإعلام بيعلم كمان يعني اللغة. أيوة. وهم كمان عشان يسهلوا تعليم لغتهم. يعني سبحان الله أنا لقيتها البلد دي، ما بعرف ما شفت البلدان الثانية، لكن كتير مهتمين بأنه ومسهلين كمان عشان الناس تتعلم لغتهم. فحتى عندهم الأخبار عندهم نسخة فيرجن سهلة، يعني يسموها let me heter يعني let svenska لغة بسيطة. أيوة باللغة بالسويدية البسيطة. أيوة. يعني المذيع يتكلم بالراحة وفي تكست تحت مكتوب. عندهم كثير برنامج تسهل كده كمان يعني. جميل جدا جميل جدا. عشان تتعلم. فده يحس قاعد نشوف منه شوية. كويس. تلفزيون أفلام ومسلسلات غالبا بالإنجليزي، ما بحضر حاجات عربية كثيرة. نعم. طيب في إريتريين معاكم في المدينة؟ أيوة في بون لبيك دي نفسها. بلا في كم عائلة إريترية، لكن ما يعني أظن عائلتين. طيب تلتقوا بالإريتريين؟ تعرفتوا عليهم ويجوكم تلتقوا بالإريتريين في مدينة ثانية مثلا في الجالية؟ أيوة في مدينة بوروس في يعني إريتريين كتار هناك. وفي منهم يعني عائلة كان الوالد بتاعهم كان مع والدنا في سوريا في الجامعة سوا يعني. نعم. اسمه مين؟ اسمه حامد العربي. حامد العربي، نحييه من هنا وسلموا عليه كثير بالله. الله يسلمك. اوكي جميل جدا. طيب انتوا قلتوا عندكم احتفال بالفاتح من سبتمبر مش كده؟ السنة دي حسي أيوة عندنا، لكن لسه ما عملناه. إحنا حسي في جبهة التحرير الإريترية. أيوة. هنا فرع السويد. قررنا يعني مخططين إنه نعمل احتفال بتاع لسبتمبر، لكن طبعا وضع الناس ودواماتهم صح أيوة. ما قدرنا نسويه في نعم وقت. أيوة. بس إن شاء الله الأسبوع القادم حنسوي احتفال في مدينة يونشوبينغ، لأنه حاصلة يعني في الوسط بين ناس ستوكهولم وبين ناس بوروس. أيوة. هناك إن شاء الله حنعمل احتفال. انتوا هسه حركة الناس في السويد مع كورونا وكده بتعملوا الكمامات والحاجات دي والمسافات وكده، ولا الأمور عادت زي ما كانت؟ كمامات ما في. هم من زمان يعني من البداية ما كانوا موقفين زي باقي البلدان الأوروبية. حظر تام. أيوة. بس كانوا مراعين كثير لغاية حسدي أمور السلام، إنه لازم تخلي مسافة بينك وبين الشخص الثاني، وفي كل مكان يذكروك بالحاجة دي. والمعقمات في كل مكان، لكن كمامات ما في. وما كل حاجة يعني، بس إنه بقى نحن حاسين قاعد نقرأ ديستانس. بقينا الطلاب ناس الثانوية والجامعات والتعليم بتاع البالغين يسموه تعليمنا اللي قاعد يتعلموا لغة في البيت، كلنا قاعد نقرأ ديستانس. بس طلاب الابتدائي قاعدين يمشوا مدارسهم لسه. غالب الأشغال اللي ممكن تبقى ديستانس بقى ديستانس. بس جميل يعني جميل. هذه إذاعة إرنا. لغة البيت، لغتكم في البيت شنو انتم كأحفاد عواتي؟ حامد وعائشة كذا كل واحد فيكم اللغة السائدة شنو؟ هل مع العربية في حاجة تانية؟ لا أنا ما نتكلم حاجة تانية. طبعا نحن نتكلم إنجليزي، طبعا نعرف كلنا نتكلم إنجليزي، بس عربي فقط. العربي فقط. العربية
تقرا نحاول نتعلمه يعني. كثير نحاول نقول بابا تكلم معانا تقرا، لكن يعني الوالد يتكلم معاكم تقرا احيانا؟ ايوه، بس نقول له يتكلم معانا ونحن نحاول لما نرجع نرد عليه ما بتبقى غير سني سني ايوه، كم كلمه بس يبقوا. عايز لها تدريب الحاجه، بس كثير حابين. الوالد يتكلم تقرا كويس؟ ايوه بابا يتكلم تقرا كويس. يتكلم ايوه، ويغني بها كمان او يغني بها. ايوه جميل جدا، جميل جدا. طيب ذكرياتكم مع الحبوبه كان كيف لما زرتوا اريتريا؟ لما مشينا اريتريا يعني كنت تتكلموا معاه بشنو؟ الله يرحمه. ايوه حبوب الله يرحمه، كان صعب كثير التواصل معاها بالنسبه لنا. يعني كنا نتكلم عربي، هي تفهم عربي لكن ترد علينا حدارب. وطبعا ما يعني الناس اللي حوالينا يترجموا لنا قالت شنو كذا. بس سبحان الله يعني تحس انه بس انه حبوبتك تشوفها تقعد معاها تتواصل معاها، ما في داعي كفايه يعني. ايوه طبعا. أيوة. طبعا يعني ده كان يكفي. ايوه ما كانت تتكلم تقري؟ لا كمان ما كانت تتكلم دغري، كانت تتكلم حدارب بس. حدارب اكثر. ايوه. جميل جدا. أيوة. بالله أسمرة لما شفتوها يعني في زيارتكم لها يعني وأسمرة كانت جميلة كمان في ساعتها، يعني قبل 16 سنة الكلام ده. وقارنتوا الجمال بين دمشق وأسمر؟ والله في الزمن ده يعني ما ظنيت إنه كنا في عمر يسمح لنا إنه نقارن بين أيوة الجمال. صح. أنت ما كنت. بس لكن أنت يا حامد لكن عايشة دي على الشوش دي ما. بس بتذكر والله إنه استمتعت كثير يعني، وبتذكر إنه حسيت نفسي في البيت يعني في بيتي. كان شعور جميل كثير يعني في الزمن. أنا وقتها كان عمري 10 سنين، فتقريبا بتذكر كل حاجة. بتذكر إنه كنا مبسوطين كثير هناك. كنا أسمر كان جو كثير حلو يعني. صحيح. بعدين شهر 9 جوها جميل. أيوة يعني. أيوة عايز أقول لك جو ساحلي كده، لا ما في رطوبة كثيرة ولا الشمس القوية ولا البرد القوي. نعم أنت متذكرة كويس. أيوة جميل كثير يعني. بتذكر إنه ده الأكثر شيء حبيته الجو ونظافة البلد. بتذكر كانت بلد نظيفة كثير زرتها. نعم. جميل جدا. طبعا الكتب الكتب عن جدكم القائد الشهيد حامد إدريس عواتة كثير طبعا، سواء كان بالعربي أو بالتقرينيا أو بالإنجليش وكذا. أنتوا إن شاء الله يعني في المستقبل تكتبوا لنا حاجة باللغة السويدية وتعرفوا الدول الاسكندنافية أكثر بالقائد الشهيد. كده أحلام كل واحد فيكم وأحلام روان دي تتمنى شنو والوجين تتمنى شنو في المستقبل، حاجة يربطها بجدها يعني وأبيها. والله أنا بعتقد إنه كلنا أنا وإخواني نتشارك نفس الحلم دي. يعني دائما كنا نحلم إنه نقول مثلا والله روان حتى يعني هي الدكتورة قالت خلاص بس نمشي إريتريا أنا حفتح مستشفى وأنت تبرمجي لي النظام بتاع المستشفى. ولجين لسه ما عارفين إن حتعمل شنو. كنا نقترح عليه اقتراحات أنت تسوي كده وحامد يهندس لنا يعمل لنا كده. فكده كان عندنا يعني سبحان الله دائما في أحلامنا وفي تمنياتنا للمستقبل دائما إنه نحن في إريتريا مستقرين وخلاص حياتنا هنا. نعم. كله يعني اللي نطمح له إنه كل واحد في مجاله يقدم حاجة لإريتريا، وإن شاء الله يا رب. الله يا سلام. إن شاء الله والفرج قريب إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة للوالد يعني كده هسي يحدثونا شوية نخش البيت يعني. الوالد طبعا يعني بعد وفاة الوالدة رحمة الله عليها متحمل أعباء كبيرة جدا جدا وربنا يعينه. كده بالله لما يزعل يعني أكثر واحد يهدئه مين فيكم يعني مثلا؟ وبعدين طبعا باعتبار الرجل هو قائد كمان ورجل قيادي ورجل فنان، أعتقد إنه زعله ما كثير ولا شنو؟ لا صح. هو ما زول يعني بتاع عصبية وزول بتاع زعل، لأنه يفهم أولاده كويس ونحن نفهمه كويس.
في حل زعل ممكن عيوش هي اللي تهدؤ اكثر حاجه هي التهدؤ، مش كده؟ ايوه. بابا يعني كيف أقول، سبحان الله زي ما قلت بعد ما توفت ماما الله يرحمها كان أبونا وأمنا وصحبنا، فكثير يعني نعم كثير يعني إحنا قريبين من بعض كثير، فزي الأصحاب تحسنا. أيوه نعم نعم حبيبتي أبشري. ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله. لو رجعنا لدمشق أيام الحروب والأيام ما فكرتوا تطلعوا من الكسوة؟ والله من الكسرة ما فكرنا نطلع، لأنه كان تقريبا منطقة آمنة وما كان في مشاكل كثير في الحتة دي. بس يعني كان تقريبا البلد كلها كانت متأثرة بالأزمة اللي حصلت هناك. صحيح. أنا مرتين كده التقينا بوالدكم عبر النت لنفس الإذاعة، إذاعة إرنا، والتقينا به وتحدثنا كثير يعني. فعائشة تحب تقولي عن ذكريات الحرب اللي عاشتها البلد العزيزة سوريا العربية الشقيقة يعني، وكيف كان الحياة كانت كيف يعني؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حسدي أنا دائما بقول الحمد لله، يعني نحن كنا عايشين في بلد نحن غرباء عنه لدرجة ما يعني، لكن إنه ما كنا أهل البلد، لكن الحمد لله المنطقة اللي سكننا فيها ما اضطرينا زي باقي السوريين للأسف اللي تهجروا من بيوتهم وبيوتهم اتدمرت وطلعوا واضطروا يمشوا حتة ثانية. الحمد لله حتتنا فضلنا ساكنين فيها. جامعاتنا ممكن يعني ما توقفت تقريبا جامعاتنا، إلا يعني كان في شوية صعوبات لغاية ما تصل الجامعة، وقت أطول شوية، عدم أمان، لكن يعني دائما نقول الحمد لله إنه قدرنا نكمل قرايتنا، قدرنا نفضل قاعدين في بيتنا. وضعنا كان أحسن بكثير من غالب الشعب السوري، فالحمد لله على الحاجة دي. نعم ودي حاجة والله أنا كنت دائما أقول حرام على أحفاد عواتي يعيشوا يعني في بلد كلها حروب. طبعا الواحد عشان بعيد ومع أنه متابع كده، لكن برضو ما كنت عارف إنه أنتوا في دمشق والأخبار متابعيننا يعني. فكنت أقول حرام يعني إنه أحفاد عواتي يعيشوا في بلد فيها حروب، والذين يعني باسم عواتي وباسم جبهة التحرير اللي ركبوا الطائرات ودخلوا البلاد وارتاحوا كتار يعني. فكنت أقول دائما حرام ودي سبة في وجه الشعب. أنا ما دار أمشي في السياسة في عميق كده، لكن كان إحراج والله العظيم، إحراج لهذا الشعب إنه ما قادر يقيف مع أحفاد عواتي، مع ابن عواتي يعني، والمتاجرون باسمه كتار يعني. شفت كيف؟ كان عندكم الإحساس ده بالله بأمانة يا عيوش والأخ حامد؟ كنت تقول يا أخي ليه يعني؟ ها؟ والله نسأل، هو كنا يعني نقول ليش، لكن إلى حد ما نفهم يعني ليه الحاصل كده وليه مهمشيننا يعني. بس يعني الواحد هو صح طبعا حاجة غريبة، بس نفهم يعني ليش. وكمان غير كده أنا بعتقد إنه إحنا ما مستنين حاجة من زول كنا يعني. ما أنا شخصيا ما فكرت بالجانب ده، لأنه خلاص ما متوقع من زول والله إنه أوكي كن فهمت علي، ما يعني ما متوقع من زول يقدم لنا حاجة. بس الحمد لله. روان كان إحساسه شنو؟ كده له جاي دي صغيرة، كنتوا تتحدثوا مرات تقولوا يا جماعة إحنا ليه الوضع كده، مع أنه عارف إنه يعني العزة والكبرياء وعزة النفس موجودة في أنكم أنتوا أبناء عوات يعني. روان كان ما كنا نتكلم في الموضوع إنه ليه إحنا أحفاد عواتي وضعنا كده حسدي، ما كنا نتكلم كده، لكن بس كنا دائما يعني كنا يعني في دائما التفكير ده في راسنا إنه والله جدنا ورفاقه تعبوا وقدموا حياتهم ما عشان يبقى كده وضعنا، ما بس نحن كل الشعب الإريتري وكل أسر الشهداء الثانية.
بس يعني مم. نحن دائما ناخذ نفسنا انه وضعنا نفس وضع الشعب الاريتريي اللي هو صحيح. متشرد في كل مكان، ونحن حصل سبحان الله انه بقينا في بلد فيه الحرب دي، فما صح. فكرنا ليه الناس ما عملت حاجه عشان تطلعنا، ما فكرنا فيها ابدا شخصيا يعني. طيب لو قلنا مثلا قلنا ليكي مثلا الرحله الى السويد كانت كيف بعناوين مثلا؟ يعني توجهكم للسويد كان كيف؟ معليش السؤال ده انا كان مفروض اسال الدكتور، لكن برضو أيوة. انتم ما ناس صغار فيما تسمح به اوضاعكم من معلومات. كيف كان أيوة. من الكسوة الى السويد؟ السويد كان أو طبعا هو نحن سافرنا عن طريق الأمم المتحدة. جميل. كان قبل بسنة تماما تقريبا. نحن سافرنا بعد رمضان بشهرين تقريبا. رمضان اللي قبله كنا اتصلوا بينا ناس الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دمشق، وقالوا لنا تكلمنا، عملنا مقابلة مع موظفة هناك، وقالوا لنا إنه أنتم حسب بقى ملفكم في التوطين وانقبلتوا في بلد، ونحن كنا قاعد نتناقش معاها طبعا، قاعد نسألها شنو البلدان ولو تكون بلد تتكلم بالإنجليزي دراستنا وكده. ونحن الدراسة دي كانت هي يعني طبعا الحاجة هاجس. أيوة نعم. أيوة الموقفانا ودائما كانت. فالحمد لله بعد كم شهر عرفنا إنه ما بعد كم شهر، بعد يعني تقريبا بعد 6 شهور أيوة كلمونا إنه حنسافر السويد. ولسه كمان بعد ما عرفنا تحس كده البلد اتجدرت فيها حياتنا، يعني خلاص بقينا ما تخيلنا إنه ممكن يجي يوم ونسافر. فلسه كده تحس الكل ما كان لسه مستوعب القصة، ما كنا القصة، مستعدين إنه نسافر. أيوة. يعني كنا عارفين إنه حنسافر وعارفين الوقت اللي حنسافر فيه، بس لسه ما كنا بدينا استعداد ولا هنا، لأنه خلاص يعني تعودنا. أيوة نفسيا يعني. أيوة صح. يا نفسيا كنا لسه إنه والله لسه ما حنمشي نحن. فكده يعني لغاية آخر كم يوم كنا نحن لسه في إنه والله نحن فعلا ماشيين، نحن فعلا حنطلع يعني. طبعا أيوة. وآخر فترة كانت طبعا كثير محزنة. كيف ودعوكم أحبابكم في الكسوة وفي دمشق عموما يعني؟ والله فينا يعني ناس كثير من أصحابنا السوريين هناك جو ودعونا وتكلمنا معاهم. طبعا ناس عيوش هم أكثر ناس كانوا زعلانين. والله هو طبعا كلنا زعلنا لأنه حياتنا كلنا مقضينها هناك، ويعني في عندنا جزرنا زي ما بيقولوا في البلد ديكي. وفي عندنا أصحاب كثيرة وكانت يعني شوية صعبة الطلعة من هناك. وإن شاء الله تعودوا لها، يعني إن شاء الله أنتم تحملوا الجوازات السويدية أسي وتخشوا الكسوة فاتحين يعني، ومنها تعرجوا لدمشق وتزوروا أسمرة وتستقروا، والدنيا إن شاء الله تحلو بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. أنتم نظام الجنسية عندكم كيف في السويد حسب معلوماتكم؟ هو أنت بعد ما حصلت على هويتك، رقمك الشخصي والبطاقة الشخصية بتاعك، ممكن تطلع جواز مؤقت هو يسموه سفر هنا. أيوة. فممكن تسافر به لأي بلد إلا بلدك الأصلي. نعم. إريتريا. بعدين بعد 5 سنين ولا بعد 4 يا 5 سنين تحصل على الجنسية. الوقت داك تكون سويدي خلاص. بعد كده نحن المقابلة الجاية حنعملها معاكم بالسويد إن شاء الله. شوفها شيء نقول معاكم. تمام. من حيسمع بعدين لكن غير أهل البلد دي. أوكي كده تسلمي لنا على بالسويدي عايشة أو حامد. كلمتين 3 كده للشعب الإريتري سلموا عليهم باللغة السويدية. Hej alla eritrean människor i Sverige. Hur mår ni? Vi är stolt att vi är här idag. Hoppas att vi kan alla träffa en dag i Eritrea. يا سلام والله، يعني ما شاء الله حامد
حامد. أيوة. حامد كلمتين كده بالسويدي لشعبك وأهلك. Vi säger hej till alla eritreanska människor som bor i Sverige och Eritrea. Och vi hoppas att vi träffar i Eritrea igen. والله يا أخي ما شاء الله يا أخي أنتم مذيعين مو تشتغلوا إذاعة يعني. إذاعة سويدية. عايز واحد منا يبقى في الإذاعة. أنا والله مصر ما أعرف يعني من العواتي لازم يكون في زول إعلامي كده يعني بإذن الله. خلاص لأنه شنو عارفة، لأنه لما تمتلك الإعلام برضو تشغل المعلومات اللي معاك ورمزية عواتي. نحن دايرين برضو يكون في الإعلام موجود. طبعا في موقع عواتي في الويب أكيد شفتوه بالإنجليش والعربي وكده كان زمان. أيوة. وفي برضو إذاعة تلفزيون حيؤسس هسي 61 سبتمبر اسمه. وفي كثير من الناس يعني إنه هذه الرمزية لازم أن تخلد بدورة وعظمتها وعطاء يعني. مثلا فيما يخص القرآن الكريم بتعملوا كيف في الحتة دي مثلا؟ هل في ناس بيدرسوا؟ علاقتكم بالمسألة دي كيف كالعوات يعني؟ أيوة، إحنا لما كنا في سوريا دي من الحاجات كمان الكثير كنت أحبها في سوريا. الدين في سوريا كثير حلو إلى جانب اللغة العربية، يعني الحاجتين ذيل تحسهم متقنين هناك. نعم. فمن لما كنا صغار كنا نمشي المسجد. حامد كان يمشي المسجد، كان الشيخ هناك يدرس قرآن. نعم. ونحن كنا قبل ما يفتتحوا في المسجد كنا نمشي في ناس نعرفهم يعني في الحي، تكون مثلا سيدة يجوا عند البنات تسمع لهم تحفظون. بعد بفترة لما كبرنا طورت شوية وبقوا يعني وزارة الأوقاف عملت زي نظام في المسجد باسم وحد وحفظ وتسميع يعني رسمي أكثر. بعد توقفت القصص دي بسبب الحرب. نعم. لكن احنا كنا لسه مداومين في كثير. كانوا أنسات الله يجزيهم الخير، يعني هم جهد شخصي. كانوا في المساجد يعلموا، يعني تعلمنا الفقه، التجويد. يا سلام. أيوة. ولغاية حسدي في عندنا آنساتنا لغاية حسدي بعد ما يعني ما قطعونا حتى بعد ما سافرنا السويد. هم أختين وجه لهم تحية. بالله يتواصلوا معاكم؟ أيوة على تواصل معهم لغاية حسن. إحنا يعني أكثر يعني أذكر لنا أسمائهم والله نحن بنحييهم من هنا. أيوة، الآنسة سوسن والآنسة ازدهار، ربنا يجزيهم ألف خير. سوريات. أيوة. لغاية حسدي نتواصل معهم ونسمع لهم هنا من السويد. يعني قالوا لنا إنه لازم لغاية ما تلقوا هناك هذول يسمع لكم لازم تكملوا معهم. يا سلام يا سلام والله. أنت عارف القرآن ده شيء مهم يا عائشة وأخونا حامد. طيب حامد، أكثر سورة بتعجبك في القرآن الكريم يا سورة؟ البقرة. بحب البقرة كثير. تحب البقرة كثير. لو قلنا لك أقرأ لنا منها آيتين 3. حافظ شيء؟ والله أنا ما ظنيت. لا مش شرط تكون حافظ، لكن ممكن تفتح يعني. وعيوش كمان حتقرأ لنا آيتين 3 من السورة اللي بتحبيها، وإذا أنت جاهزة كمان تفضل. يعني أكثر آية بتحبي السورة يعني تحبي تقريها دائما شنو؟ حمد حسن حيقرأ لكم. هذه إذاعة إرنا. جميل. أعزائي المشاهدين وسوري المتابعين، إذاعة إرنا الدولية، نحن معكم في حلقة خاصة من متابعات ومع أحفاد القائد الشهيد الزعيم حامد إدريس عواتي. حامد، دار تقرأ لنا شنو؟ أنا حقرأ لكم بداية سورة البقرة. جميل جدا. حاجة قصيرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أحسنت يا ابني، بارك الله فيك. عيوش تقري لنا شنو؟ أنا حقرأ لكم أول آيات السورة بتحبي آيات السورة أكثر، يعني القرآن كله محبوب، لكن أكثر سورة يعني تحبي تقريها دائما من سورة الكهف آخر في الصفحة الأخيرة. تفضلي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. شكرا لك عيوش، وما شاء الله. وإن شاء الله برضو روان ولجين يعني برضو محافظين. أنتوا بتقروا القرآن يوميا؟ أيوة الحمد لله. نعم. ليه؟ أنت عارفة القرآن ده غير إنه هو جانب ديني وكده، برضو يقوم اللغة العربية، بخليها تراكز. أيوة. يعني كويس. تمام. وما حتقصروا في السويدي والإنجليزي طبعا يعني. أيوة. لكن أنتوا في بلاد الغربة دي لابد تتمسك. والله أنا سعدت بلقائكم أحفاد الزعيم القائد الشهيد عواتي رحمة الله عليه، وعلى والدكم يعني ربنا يديه الصحة والعافية ويرحم الوالدة والجدة وكل الأهل. يعني تحب تقولوا في ختام هذا اللقاء عيوش وحامد شنو في ختام هذا اللقاء؟ تفضل أستاذ حامد. نحب نشكرك ونشكر قناتك ونشكر الوقت بتاعك اللي قضيته معانا ده. استمتعنا كثير كنا في الاجتماعين ديل، وإن شاء الله في القريب العاجل نبقى شركاء في الإعلام إن شاء الله. جدا والله، جدا يشرفنا جدا جدا. شكرا لك حامد. عائشة. الإعلام. بحب أشكركم أنا كمان شكر شديد. يعطيك ألف عافية يا عمو، أديتنا من وقتك وسلطت الضوء علينا، انبسطنا بالكلام معك، استرجعت لنا ذكريات جميلة محزنة كمان في نفس الوقت. وإن شاء الله يا رب ربنا يقدمنا نحن وكل الشعب الإريتري والشباب الإريتري إنه يقدموا حاجة لإريتريا، كل من كيسه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا عائشة كرار حامد إدريس عواتي. شكرا لك حامد كرار حامد إدريس عواتي. وبالله يسلموا لنا على روان كرار ولجين كرار، وسلموا لنا على بابا الدكتور كرار عواتي وكل آل عواتي. بالله يسلموا عليهم فردا فردا. أنا سعدت بلقائكم، وإن شاء الله الإذاعة دائما معكم في كل برامجكم وأحلامكم وأمانيكم، واعتبروها نافذة إنه تصلوا من خلالها إلى شعبكم وبلدكم. تحية لكم مجددا، وتحية لكم مستمعين الأكارم من محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون. كل سنة وانتم طيبين أحفاد عواتي، وشكرا لكم، وإن شاء الله ما ينقطع التواصل معكم إن شاء الله. تحياتي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم سمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعة الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.